صباح الخير عليكم من ولاية نيويورك، مدينة مانهاتن، داون تاون. احنا هنا في داون تاون نيويورك على البرودواي. بصوا طبعا زي ما انتم شايفين، بصوا الشارع زحمة ازاي. طبعا انا ده في الشوارع الجانبية يعني. معرفش سمعتوني كويس ولا لا، بس احنا هنا في داون تاون مانهاتن. طبعا مانهاتن مدينة جميلة جدا، نيويورك مدينة جميلة جدا بس للزيارة. انا بالنسبة لي عمري 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 ما افكر ان انا اعيش او اقعد في مدينة نيويورك هنا. خلينا نقلب هنا نوريكم المشهد. يعني انا مثلا عندي حاجة مع مصلحة حكومية هنا، طبعا مفيش ركنه. يعني لو حد جاي يعمل حاجه هنا بيبقى محتاج حد يجي معاه مثلا يستناه، او هتروح تحطها في جراج، وممكن الجراج برضو اللي هتحطها فيه هيكون بعيد عن المكان اللي انت فيه مثلا. فاهمين قصدي؟ فحوار الركنات هنا صعب فيه جدا. وطبعا انا مستني هنا في العربيه لغايه ما اللي معايا تخلص المصلحه يعني اللي عاوزه تعملها، وبعدين هنمشي. غير كده بقى ما ينفعش بقى ايه اللي هو تركن العربيه وتمشي. بصوا بقى هنا المدينه بقى تحسوا ان الناس هنا عاملين زي الانسان الآلي كده. بص كله رايح شغل، كله ماشي. مفيش المدينه دي شغاله 24 ساعه، عشان كده هم مسميينها المدينه التي لا تنام. بالذات بقى لو احنا رحنا تايمز سكوير، هناك بقى الميدان ده منور على طول، في شاشات عملاقه كده هناك، والسلالم اللي هي الحمراء دي في نور طول الوقت. طبعا اسعار الايجارات هنا غاليه جدا. يعني اللي عاوز يقعد في استوديو او حاجه، اعتقد اقل حاجه مثلا 3 4000 دولار لو انا مش غلطان. يعني انا مش متاكد من الاسعار يعني، بس هنا اللي يقعد في منهاتن بالذات بقى عند التايمز سكوير والحاجات دي بروبابلي ممكن يعني يدفع له 6 7000 على استوديو بس. 6 7 8 9 10 حسب مكانه، حسب يعني امكانياته والمكان والكلام ده كله. فكمنظر من بره يعني انا احب نيويورك، ما عنديش مشكله. احب نيويورك، احب مانهاتن، احب بروكلين، احب كوينز، بس ان انا اعيش فيها لا. في نفس الوقت حتى لما انا بيبقى ليا مصلحه هناك او جاي اعمل حاجه، الواحد كده بيبقى بص مخنوق من الزحمه. عارف انت بقى تحس بقى ان انت رجعت بقى ايه، كوبري 6 اكتوبر ولا الدائري ولا الكلام ده. انا ما بستحملش الزحمه دي بصراحه. عشان ابقى رايح مشوار مثلا 5 مايلز اللي هو عندنا مثلا في نيو جيرسي بناخدها في 10 دقايق بالكتير لو زحمه، هنا هتاخدها في نص ساعه من كتر الاشارات ومن كتر العربيات. بس انا حبيت اعمل معاكم فيديو سريع كده، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. المبنى ده قديم، انا مش عارف بصراحه هو المبنى ايه، هو شكله خطير. التفاصيل بتاعته جميله.